في حارة صغيرة في حي شعبي قديم، الناس كلها عارفة بعض. البيوت جنب بعض والحواري متشابكة زي خيوط العنكبوت. في وسط الدوشة دي كان ساكن سعيد، راجل معروف بين الجيران إنه غليظ الطبع قليل الذوق ومفيش في قلبه لا رحمة ولا نخوة. سعيد من يوم ما اتجوز هالة، البنت الطيبة اللي جاية من بيت على قد حاله، وهو بيعاملها معاملة صعبة. هالة كانت مشهورة بجمالها وهدوءها، كل اللي يعرفها يقول دي بنت بيت متربية وحنينة. بس نصيبها جابها في طريق راجل زي سعيد. أهلها كانوا شايفين إن الجوازة مش مناسبة، بس الظروف المادية ضغطت، وسعيد كان ظاهر قدامهم وقتها على إنه راجل مستور وعنده شغل، فوافقوا. يوم الفرح هالة كانت لسه مش فاهمة اللي مستنياها. كانت فاكرة إنها هتعيش زي أي ست، بيت صغير، جوز يحميها، وحياة بسيطة بس فيها حب وستر. لكن من أول يوم في بيت الزوجية الوش الحقيقي بتاع سعيد ظهر. كان عصبي، صوته عالي، وأقل كلمة ممكن تولع نار. أهم حاجة عنده نفسه، ومفيش في قاموسه كلمة احترام. هالة حاولت كتير تمشي الدنيا، قالت يمكن يتغير مع الوقت، لكن اللي زاد كان القسوة. أول موقف كاشف يوم من الأيام، هالة كان بتاخد شاور بعد يوم طويل في المطبخ، وبتحاول تسرق لحظة راحة لنفسها بعيد عن خناق سعيد اللي ملوش آخر. فجأة وهي لسه واقفة تحت المية، الباب بيتفتح بعنف. سعيد دخل من غير ما يخبط ولا يستأذن ولا يحترم لحظة خصوصية. هالة اتخضت وصاخت: إيه يا سعيد، أنا في الحمام. رد عليها برود وبصوت مستفز: وإيه يعني؟ انتي مراتي، إيه اللي يخليكي تقفلي عليا الباب؟ قالها وهو بيقرب منها من غير ما يديها فرصة ولا حتى لحظة تستر نفسها. هالة حست بإهانة كبيرة، مش بس عشان كشف سترها، لكن عشان عرفت في اللحظة دي إنه راجل ما فيهوش نشوة ولا رجولة بمعناها الحقيقي. هي اتكلمت بصوت مكسور: الرجولة مش كده يا سعيد، الرجولة احترام قبل أي حاجة. هو ضحك ضحكة سخرية: رجولة إيه اللي بتقولي عليها؟ الراجل يعمل اللي هو عاوزه في بيته ومع مراته. ومن يومها اللحظة دي فضلت محفورة ولو اتأخرت في حاجة بسيطة يتهمها بالإهمال. الجيران ساعات كانوا يسمعوا صوته العالي وهو بيشخط وبيزعق، لكن كل ما حد يحاول يتدخل أو ينصح يرد سعيد عنجهية: دي مراتي وأنا حر فيها، محدش ليه دعوة. وهالة كانت ساكتة، ساكتة مش ضعف، لكن لأنها اتربت على إن الست تستر بيتها وما تخرجش مشاكلها بره. كانت بتكتم دموعها وتخبي قهرها جوه قلبها. حلف ابتسامة مكسورة برغم كل ده، كانت بتحاول تضحك وتبان قوية قدام الناس. لما تنزل السوق تجيب طلبات البيت كانت تبادل الستات السلام وتبتسم ابتسامة خفيفة، بس اللي يبص في عينيها كويس كان يشوف غيوم تقيلة زي السما يوم عاصفة. الستات في الحارة كانوا ساعات يهمسوا لبعض: الغلبانة دي ربنا يكون في عونها، شكل جوزها مريحاش، بس هي صابرة، يمكن ربنا يعوضها. لكن الحقيقة إن صبرها كان بيتاكل يوم ورا يوم. اللي وجع قلبها أكتر إن سعيد كان بيحاول يبان قدام الناس إنه راجل كويس كريم وبيعرف ربنا. لما يخرج بره يضحك ويهزر ويعمل نفسه محبوب. بقى سجن كبير، وكل مرة تفتكر الموقف بتاع الحمام تحس إن جزء من كرامتها اتكسر. لكنها قالت لنفسها: أنا لازم أتحمل، يمكن بكرة يبقى أحسن، يمكن ربنا يفتحها في وشه ويتغير. كانت لسه متعلقة بخيط أمل رفيع، لكنها ما كانتش تعرف إن الجاي أصعب. مرت الأيام وكل يوم كان بيعدي على هالة زي جبل بيتحط على قلبها. كانت بتحاول تقنع نفسها إن ده نصيب، وإن الست لازم تتحمل عشان بيتها ما يتهدش. لكن الحقيقة كانت بتتآكل من بيت هالة وسعيد كان مليان عفش بسيط، ترابيزة قديمة وكراسي متكسرة من كتر الاستعمال. لكن المشكلة ما كانتش في العفش ولا ضيق الحال، المشكلة إن البيت ما فيهوش دفء. الجدران نفسها كانت بتشهد على صوته العالي وإهاناته المستمرة. لما هالة تقعد لوحدها بالليل بعد ما ينام كانت بتبص حوالين وتقول في سرها: إيه ده؟ فين البيت اللي كنت بحلم بيه؟ فين الأمان اللي كانوا بيقولوا إن الست بتلاقيه مع جوزها؟ كانت بتكلم نفسها كأنها بتحاول تصحي روحها اللي بتضيع يوم ورا يوم.
سعيد في السوق. سعيد كان شغال في محل خردة في الحي، وكان عنده أسلوب غريب. بره البيت بيحاول يبان ودود وابن ناس. في السوق الناس يشوفوه بيضحك ويهزر مع الزباين، لكن الحقيقة إن ده مجرد وش مزيف. الجيران كانوا يقولوا سعيد ده راجل عملي بس عصبي شوية. محدش كان يعرف قد إيه عصبي. فين الغدا؟ قالت له بهدوء. لسه مخلصتاش، 5 دقايق ويكون على الترابيزة. هو قرب منها وبصلها بنظرة كلها غضب. انتي مستهترة، لو كنتي بتقدري تعملي حاجة صح كان الغدا جاهز بدري. هالة حاولت تدافع عن نفسها. والله طول النهار واقفة على رجليا، مش قصدي أتأخر. مد إيده ورمى طبق على الأرض، والطبق اتكسر لقطع صغيرة. هالة بصت للقطع المتنافرة على الأرض وحست إن كرامتها كمان اتكسرت معاها. الليل التقيل الليل عند هالة ما كانش راحة، كان بيمثل خوف جديد، لأنها عارفة إن سعيد ممكن يفرض نفسه عليها في أي وقت من غير ما يسألها أو يراعي شعورها. بالنسبة له العلاقة الزوجية كانت حق مكتسب، مش مشاركة ولا مودة، وهي كانت تعيشها كإجبار، تخبي دموعها في الوسادة وتدعي ربنا يرحمها. كلام الجيران الستات في الحارة كانوا بيشوفوا وشها الشاحب، لكن هالة كانت بارعة في التمثيل. لو حد سألها عاملة إيه يا هالة، تبتسم وتقول الحمد لله الدنيا ماشية، لكن لما ترجع بيتها وتقفل الباب تنهار في صمت. في بداية جوازها كانت بتقول لنفسها يمكن يتغير، لكن دلوقتي بعد سنين الأمل نفسه بدأ يتبخر. بقت حاسة إن عمرها بيضيع، شبابها بيضيع، وكراماتها بتتسرب منها نقطة نقطة. كل يوم بيعدي كان بيأكد لها إن سعيد مش هيتغير، وإنها هتفضل عايشة في دوامة القسوة دي لحد ما يجي يوم وينتهي عمرها وهي مكسورة. بعد سنين من الشقاء والتعب جسم هالة بدأ ينهار. الدوخة بقت تزورها كتير، ووشها اصفر من كتر الهم والدموع. لكن سعيد ما خدش باله، أو يمكن خد باله واتجاهل. لو اشتكيت له يقول هو انتي ناقصة دلع؟ كله من الكسل اللي انتي فيه. هالة كانت تتوجع وتسكت، تاخد نفسها بالعافية وتكمل شغل البيت. كانت تقول في سرها أنا حتى لو تعبانة هو عمره ما هيحس بيا، لازم أستقوي لوحدي. الجرح اللي ما بيلتئمش كل مرة يمد إيده عليها أو يهينها بكلمة جارحة كان بيتفتح في قلبها جرح جديد، جرح مش بيلتئم، بالعكس بيتراكم فوق اللي قبله. في ليلة بعد خناق طويل على سبب تافه، قعدت هالة قدام المراية تبص لنفسها. شافت وشها اللي كان منور في شبابها دلوقتي باين عليه التعب والسنين قبل أوانها. دموعها نزلت وهي بتهمس هو أنا ليه بعيش كده؟ إيه ذنبي؟ لكن حتى السؤال ما كانش له إجابة. محاولات الهروب هو قلبها كان في صيت بيقول سيبيه، اهربي بنفسك، لكن عقلها كان مربوط بالخوف. خايفة من كلام الناس، خايفة من الوحدة، خايفة من مصير مجهول. أمها مفيش يا أمي، الدنيا ضغوط بس. كانت مش عاوزة تفضح بيتها حتى لو بيت مليان وجع. سعيد اللي ما بيكتفيش سعيد ما كانش بيشبع من السيطرة، كل يوم يلاقي طريقة جديدة يوجع بيها هالة. مرة يحرجها قدام قرايبها بكلمة جارحة، مرة يضحك مع الناس في السوق ويبان راجل محترم، وبمجرد ما يرجع البيت يتحول لوحش. هالة بدأت تحس إنها عايشة مع 2، واحد بره بيمثل الطيبة، وواحد جواه بيمثل القسوة والأنانية. اللحظة الأصعب في يوم كانت هالة قاعدة في الحمام تغسل هدوم، الباب مقفول عليها بتحاول تسرق لحظة راحة من صوته وعيونه. فجأة الباب يتفتح تاني بنفس الطريقة القديمة. سعيد يدخل بعنجهية ومن غير أي اعتبار. صرخت فيه انت ليه بتعمل فيا كده؟ حتى الحمام ما بتسيبنيش في حالي. بصلها بسخرية وقال ما انتي مراتي وانا اعمل اللي انا عاوزه. الكلمات دي نزلت على قلبها زي السيف. عرفت انها مش بس عايشة مع راجل قاسي، دي عايشة مع حد ما يعرفش يعني ايه كرامة ولا إنسانية. الواحدة وسط الزحمة رغم ان البيت حوالينه ناس كتير، أصوات، وحيدة جوه بيتها، وحيدة جوه نفسها. كانت ساعات بتبص من شباك البيت وتشوف ستات مع أزواجهم حتى لو فقرة بس بيضحكوا ويضحكوا سوا. بتقول في سرها هو أنا ليه محرومة من أبسط حاجة؟ ليه ماليش نصيب أعيش حياة طبيعية؟ بداية الانهيار مع مرور الوقت بقت هالة تفقد حتى القدرة على التظاهر.
الابتسامة اللي كانت بتضحك بيها للناس بدأت تختفي. الجيران بقوا يلاحظوا هالة وشها مغير، شكلها مش بخير، لكن محدش قدر يدخل جوه حياتها فعلياً، لأنها كانت حاطة ستارة تقيلة على وجعها، ستارة بتغطي على الحقيقة، لكن الحقيقة كانت بتهدمها من جوه. ليل بلا نوم، الليل بقى عدواها. تقعد على السرير تسمع صوت أنفاس سعيد وهو نايم، وتبص في السقف، الأفكار تتكاثر في دماغها زي السكاكين. أنا لسه صغيرة، ليه أعيش كده؟ هو العمر اتكتب عليه ينتهي في وجع؟ كانت دموعها تنزل لحد ما تنام من غير ما تحس، تصحى تاني يوم تكمل الدور اللي بقت مجبرة عليه، زوجة صابرة. تصحى تاني يوم تكمل الدور اللي بقت مجبرة عليه، زوجة صابرة. كرامة ضايعة اللي وجعها أكتر من أي حاجة إنها حاسة إن كرامتها ضايعة، حتى أبسط حقوقها كإنسانة ما كانتش موجودة. كانت عارفة إن الناس شايفين إن سعيد راجل، بس هي الوحيدة اللي عارفة إنه مجرد ظل راجل. ومع كل يوم جديد إحساسها بالانكسار بيزيد، والأمل بيختفي أكتر. كان الجو بارد في الحارة، والشتا نازل بمطر خفيف، الناس لابسين جلاكت، والأطفال بيجروا تحت المطر يضحكوا. لكن في بيت سعيد البرودة ما كانتش جاية من الجو بس، كانت برودة في القلوب. هالة قاعدة في المطبخ، إيديها بتترعش من التعب، بتحاول تجهز العشاء لكنها مش قادرة تقف على رجليها، عيونها غايمة ووشها شاحب. قالت في سرها: أنا خلصت خلاص، مش قادرة. سعيد الغافن، سعيد دخل البيت هدومه مبتلة من المطر، بدل ما يسأل على مراته أو يشوف حالها صرخ بصوته العالي: انتي لسه محضرتيش العشاء؟ هو ايه القرف ده؟ هالة بصت لي بعينين ميتة وقالت: أنا تعبانة، جسمي مش قادر. لكن هو مهتمش، بالعكس زعق أكتر: أهو ده اللي ناقصني، حتى الأكل مش لاقين جاهز بعد يوم شغل طويل. اللحظة اللي كسرت كل حاجة، هالة وقفت قدامه لأول مرة من غير خوف، وقالت بصوت واطي لكنه واضح: انت عمرك ما كنت راجل. الراجل مش بالقسوة ولا بالصوت العالي، الراجل ستر وأمان، وانت عمرك ما كنت ستر ليا. الكلمات دي نزلت على سعيد زي النار. هو ما استوعبش إنها أخيراً اتكلمت بالجرأة دي، بصلها بعيون مليانة غضب لكنه ما ردش، اكتفى بسكوت غريب، وبعدين دخل أوضته وسابها واقفة. الانطفاء، هالة فضلت واقفة في المطبخ، دموعها بتنزل وإيديها مش قادرة تتحرك، حاسة إن روحها نفسها بتسيبها. البيت ليلتها كان ساكت بشكل مرعب، حتى سعيد ما طلعش يتكلم معاها تاني. بالليل وهي نايمة على الكنبة حست إنها خلاص مش قادرة تكمل، ابتدت تفتكر أيام طفولتها، ضحكاتها زمان وأحلامها الصغيرة اللي ما اتحققتش. ابتدت تدعي ربنا من قلبها: يا رب ريحني، أنا تعبت. الصبح التقيل تاني يوم الشمس طلعت والناس نزلوا شغلهم كالعادة. سعيد صحي، نادى على هالة عشان تجهز له الفطار، لكن البيت كان ساكت، مفيش صوت خطواتها المعتادة. دخل الصالة، لقاها نايمة على الكنبة بنفس الوضعية اللي نامت بيها. قرب منها، نادى عليها لكن ما ردتش، مد إيده يهزها، جسمها بارد. ساعتها بس فهم إنها راحت. سعيد اتصدم للحظة، لكن مش لأنه فقد حب عمره ولا لأنه حاسس بالذنب، اتصدم لأنه لأول مرة حس بالوحدة في البيت. الست اللي كان شايفها مجرد خادمة أو شيء من ممتلكاته راحت من غير رجعة. الجيران دخلوا ووشوشهم كلها حزن. واحدة من الستات همست: الغلبانة ارتاحت، ربنا يرحمها. لكن في عيونهم كان في لوم كبير لسعيد، حتى لو ما تقاش بصراحة. النهاية اتدفنت هالة في صمت، من غير ما حد يعرف تفاصيل معاناتها غير ربنا. أما سعيد فبقي وحيد في البيت البارد، كل ما يدخل يلاقي ريحة غيابها مالي المكان. يمكن افتكر كلماتها الأخيرة: انت عمرك ما كنت راجل، والجملة دي فضلت تلاحقه كل ليلة وهو قاعد في البيت الفاضي. بس فات الأوان، هالة ارتاحت من قهره، وهو اتبقاله عمر طويل يعيشه مع شبح كلماتها. النهاية المأساوية: هانة عاشت حياتها كلها في صمت ومعاناة، وماتت وهي مكسورة، لكن موتها كان راحة ليها من عذابها. وسعيد، الراجل سيء الأخلاق،
فضل يعيش ببقايا صدى كلماتها الأخيرة اللي